كيفكم اليوم؟ طبعا قبل ما احكي عن مباراة اياب دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد، حابب بارك للشعب المغربي بتتويج افريقيا 2025. الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لجنة الاستئناف في الاتحاد الافريقي لكرة القدم قررت سحب لقب افريقيا 2025 من منتخب السنغال وتتويج منتخب المغرب باللقب بدلا عنه. حكيت بفيديوهات سابقة عن كيف انه المادة 82 لوائح الانضباط في الاتحاد الافريقي لكرة القدم ومادة واضحة جدا. في حال غادر اي فريق الملعب وبدون اذن الحكم، هذا يعتبر الفريق المنسحب خاسر قانونيا 3-0. المادة 82 من لوائح الانضباط في الاتحاد الافريقي واضحة جدا وضوح الشمس. طبعا وقت الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللجنة التأديبية قررت لا انه السنغال رجع ارضية الملعب كمل مباراة، كان خلاف انه لا هو رجع بعد 14 دقيقة بعد 15 دقيقة. طبعا بعد ما استأنف الاتحاد المغربي لكرة القدم القرار بعد شهرين، صدر البارحة الأمس القرار بسحب اللقب من السنغال وتتويج المنتخب المغربي طبعا أكيد عن جدارة واستحقاق، اللي هو رابع مونديال 2022 بلقب أفريقيا 2025. الأمام منتخب السنغال أنه يستأنف طبعا الحكم لدى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا. احكي اليوم طبعا مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في اياب دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. كما نعرف مباراة الذهاب في ملعب نيوكاسل انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف. بنحكي على الفورما، على المعنويات، نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، متصدر الليغا بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد. برشلونة في آخر 5 مباريات فاز على إشبيليا بخماسية مقابل هدفين لإشبيليا، سجل رافينيا ثلاثية والأجمل. طبعا المباراة اللي قبلها مثل ما حكيت عدم مع نيوكاسل يونايتد على أرضه بين جماهيره بهدف مقابل هدف. قبل فاز على أتلتيك بالباو بهدف مقابل لا شيء. فاز على فريق أتلتيكو مدريد القوي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. أيضا قبل فاز على فريق فيا ريال 4-1. إذا فريق برشلونة عم يعيش أجمل أيامه، معنوياته عالية. برشلونة هجومه هو الأقوى من بين فرق الليغا 20، سجل 77 هدف. دفاع فريق برشلونة هو الثالث أقوى خط دفاع من بين فرق الليغا 20 بعد خط دفاع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. نتائج نيوكاسل يونايتد هو عم نشوفها متذبذبه. طبعا هو يحتل المركز التاسع على احد ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز على تشيلسي مؤخرا بهدف مقابل لا شيء قبل التعادل اللي حكينا مع برشلونه بهدف مقابل هدف. خسر امام مانشستر سيتي في كاس الاتحاد الانجليزي 3-1. قبل فاز على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد. خسر قبلها مع ايفرتون 3-2. فيما تبلغ القيمة السوقية لبرشلونة مليار و110 مليون يورو، فإن القيمة السوقية نيوكاسل يونايتد تبلغ 700 مليون يورو. نحكي طبعا على التاريخ أكيد والخبرة في مسابقة دوري الأبطال وعلى شخصية البطل. برشلونة توج باللقب 5 مرات من قبل نيوكاسل يونايتد ولم يتوج ولا مرة في تاريخه بدوري أبطال أوروبا. يعني خبرة أكيد طبعا المدربين هانس فليك يمتلك خبرة كبيرة. توج مع بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا. يغيب عن برشلونة في هذه المباراة طبعا غياب أنا برأيي كتير مؤثر هو الهولندي دي يونغ. شفنا دي يونغ لاعب مؤثر جدا في خط وسط برشلونة. خسارة كبيرة لبرشلونة في مباراة الذهاب، أيضا خسارة في مباراة الإياب اليوم. مباراة طبعا مثل ما حكيت اليوم سوف تنطلق في تمام الساعة 9 إلى 4 مساء بتوقيت دمشق. مباراة بنقولها على القناة بي إن سبورت 2 بتعليق عصام الشوالي. أيضا يغيب عن برشلونة في هذه المباراة الظهير الأيمن كوندي، الظهير الأيسر بالدي، كريستنسن. طبعا عاد إلى صفوف فريق برشلونة جافي بعد غياب 7 أشهر عن الملاعب. أيضا
عاد إلى التدريبات وإلى صفوف برشلونة إريك غارسيا. ولكن السؤال، هل سيشرك اليوم هانس فليك إريك غارسيا؟ أنا بتوقع ممكن كثير يشرك أراوخو بدلا عنه، خوفا على إريك غارسيا من الإصابة مجددا. نحكي على عاملي أرض الجمهور. أكيد عاملي أرض الجمهور يوم مباراة حتقام على أرضية ملعب الكامب نو، خاصة بعد توسيعه صار تقريبا يتسع لأكثر من 60,000 متفرج. إذا بدي أحكي عن المباراة لازم نحكي عن مباراة الذهاب. مباراة الذهاب شهدت تفوق نيوكاسل يونايتد. سر تفوق نيوكاسل يونايتد لعب ضغط عالي على برشلونة، وعم نشوف مو بس نيوكاسل يونايتد، كل الفرق اللي عم تلعب ضغط عالي على برشلونة ما عم يتمكن برشلونة من الخروج من منطقته، ما عم يتمكن من بناء اللعب من الخلف. نيوكاسل يونايتد عزل القوة الضاربة لبرشلونة. القوة الضاربة لبرشلونة تكمن في لامين يامال، يعتبر أفضل جناح أيمن في العالم. عزله طبعا خاصة مع الرقابة اللصيقة للظهير الأيسر لنيوكاسل لويس هال. لويس هال تمكن من رقابة لامين يامال طوال 90 دقيقة، راقبه كظله. الضاربة لبرشلونة في خط الوسط تكمن في بيدري مايسترو الفريق، بيدري صانع الألعاب، ضل لاعب في الخروج من الكرة من تحت الضغط. قدر فريق نيوكاسل يونايتد يقطع خطوط التمرير عن بيدري، يعني إذا الكرة مع بيدري يعني بيساووا ضغط عليه لاستخلاص الكرة ما عم تكون مع بيدري، عم بيقطعوا خطوط التمرير عن بيدري. أيضا اللي بيتميز بضبط إيقاع اللعب، بيقدر يسرع اللعب، بيقدر يبطئ اللعب. استحواذ برشلونة كان في المباراة سلبي بدون فعالية. نيوكاسل يونايتد قدر يهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة. كان عم بيقدروا خط وسط برشلونة ينقل الكرة إلى السلس الهجومي. أكيد برجع بقول غياب ديون غياب مؤثر جدا عن خط وسط برشلونة، لأن كان كل العبء على بيدري هو فعلا بيدري هو يعتبر القلب النابض لبرشلونة. بيدري أغلى لاعب خط وسط في العالم، تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو. فريق نيوكاسل بيعيبه قلة الخبرة. إذا نحكي عن خبرة برشلونة، خبرة نيوكاسل يونايتد أكيد خبرة برشلونة أكثر. قدر يخلق فرص، ولكن إنهاء الهجمات كان عم يعيبها التسرع وعدم التركيز. حتى شفنا قلة خبرة في فريق نيوكاسل يونايتد في هدف التعادل لبرشلونة. دفاع نيوكاسل يونايتد خطأ على داني أولمو في منطقة الجزاء، وسجل منها لامين يامال هدف التعادل لبرشلونة. طبعا مثل ما بنعرف برشلونة تأهل إلى دور ال16 دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس، فيما نيوكاسل يونايتد يحتاج إلى لعب مباراتين مع نادي قرباخ الأذربيجاني لبلوغ دور ال16. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في هذه المباراة: في حراس مرمى غارسيا، قلبي الدفاع كوبارسي، أراوخو. مثل ما حكيت بتوقع فليك يلعب أراوخو بدل من إريك غارسيا، كونه راجع جديد من الإصابة. الظهير الأيمن كان سيلو، الظهير الأيسر مارتن. في خط الوسط داني أولمو، وأفضل لاعب خط وسط في العالم بيدري. جناح الأيمن لامين يامال اللي ممكن إذا سجل هدف اليوم يعادل رقم كيليان إمبابي كأصغر لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا ولم يبلغ من العمر 19 عام. الجناح الأيسر البرازيلي يعتبر أيضا من أفضل الأجنحة اليسرى في العالم. مهاجم الصريح ليفاندوفسكي، وخلف المهاجم فيرمين لوبيز. سبق والتقى برشلونة ونيوكاسل يونايتد في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وتمكن برشلونة الفوز على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد على أرضه وبين جماهيره. فريق برشلونة ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات الأوروبية 5 مرات فاز برشلونة 4 مرات، فيما تمكن نيوكاسل يونايتد من الفوز على برشلونة مرة واحدة. فريق برشلونة وقت ما عم بيتمكن من لعب ضغط عالي ابتداء طبعا من المقدمة من رافينيا مع خط دفاع متقدم، عم بيتلقى الأهداف. ما يغيب عن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هدافه البرازيلي جيمارايش. أخيرا، ما هي توقعاتكم لمباراة اليوم بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد؟